السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديرو تصحيح ديال واحد الامتحان جهوي الموحد للبكالوريا ديال السنه الاولى من سلك البكالوريا ديال ماده التربيه الاسلاميه لجهه فاس مكناس. وضعيه تقويميه. سياق الوضعيه: اثناء متابعه افراد اسرتك لنشرة الإخبار في تغطية مباشرة لأحداث حرب سابقة، علق الأخ الأكبر المعروف بتسرعه وشدة انفعاله الذي كان سببا في طلاق زوجته التي بلغت سن اليأس طلقة واحدة، قائلا إن حسم المعارك والنزاعات اليوم يقوم على امتلاك العلم وحيازة الأسلحة المدمرة من أجل فرض الأمر الواقع وتحقيق المصالح الخاصة، مدعيا أن التفاوض والتشاور مجرد ضياع للوقت وتأخير للحسم في هذه النزاعات. فرد عليه الأخ الأصغر الناجح في عمله والمستقر في زواجه والحريص على رعاية أطفاله، قائلا إن ما قلته يا أخي يتعارض مع هدي الأنبياء عليهم السلام الذين دعوا إلى الإيمان والصبر والعفو والتسامح، كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفتح مكة، ومع سيدنا يوسف في تدبيره للأزمات والمخاطر في مصر. أعتقد أن حسم الخلافات والنزاعات ينبغي أن يكون بالحكمة وإعمال العقل وترجيح كفة التعايش والسلم على النزوع للحرب، لأنها تخلف ضحايا وخرابا وتفككا للأسر وانتشارا للجهل والفواحش في المجتمع. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبليه إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سورة يوسف. السند رقم 2. قال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سند رقم 3. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. السند رقم 4. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. السند رقم 5. إن كان فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات من جهة دلالتها على الصانع الخالق، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع الخالق بمعرفة صنعتها، وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع الخالق أتم. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لأبي الوليد بن رشد دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمر. تأمل سياق الوضعية وأسنادها ثم أنجز المهام التالية. السؤال الأول: استخرج المشكلة التي تعالجها الوضعية. الاختلاف بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر حول كيفية تدبير المخاطر. السؤال الثاني: حدد المواقف الموجودة في الوضعية موظفا الجدول التالي. الموقف: حسم النزاعات والأزمات بالقوة والسلاح، صاحبه الأخ الأكبر، تعليل من الوضعية التقويمية، التفاوض والتشاور مضيعة للوقت. الموقف: حل النزاعات وتدبير الاختلاف بالتشاور والتفاوض وبالطرق السلمية، صاحبه هو الأخ الأكبر. التعليل من الوضعية التقويمية: إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم للقواعد السلمية في تدبير الاختلاف. السؤال الثالث: اشرح المفاهيم التالية. التفاوض هو أسلوب من أساليب حل النزاعات وتسوية الخلافات بين طرفين مختلفين. رعاية الأطفال هي الحرص على حماية الأطفال مما يضرهم وتوفير حاجياتهم. تأمل السند رقم 1 واستنبط بعض أسس الخطة الاقتصادية لسيدنا يوسف في إنقاذ مصر وأهلها من الأزمة الاقتصادية. من أسس المشروع الاقتصادي لسيدنا يوسف مبادرته لتفسير رؤية الملك بدون تردد وبعلم، دعوته إلى الجدية والإتقان في العمل، الادخار والتوسط والاعتدال في الاستهلاك وجودة تدبير الشأن الاقتصادي. السؤال الخامس: الأصل في حسم الخلافات والنزاعات يكون بالحكمة وإعمال العقل اعتمادا على السند رقم 5 وعلى ما درسته. كيف ترد على من يدعي أن الفلسفة تتعارض مع الإيمان؟ تتكامل الفلسفة الراشدة والإيمان الحق، والفلسفة حق والإيمان حق،
ولا يمكن للحق أن يعارض الحق، كما أن للمنهج الفلسفي الموضوعي أثر بالغ في ترسيخ الإيمان. السؤال السادس: جاء في الوضعية التقويمية أن الأخ الأكبر طلق زوجته التي بلغت سن اليأس طلقة واحدة. املأ الجدول أسفله بما يناسب نوع الطلاق من حيث آثاره. عدة اليأس. مدة العدة هي 3 أشهر. ودليل العدة قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. السؤال السابع: دعا الأنبياء إلى الإيمان والصبر والحياء والعفة. استدل من سورة يوسف على عفة يوسف عليه السلام ورفضه ارتكاب الفاحشة مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف. صبر يعقوب عليه السلام على فقد ابنه يوسف عليه السلام. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف. السؤال الثامن: اعتمادا على السند رقم 2 أتمم الجدول التالي. القيمتان: الأمانة ما يدل عليهما هو حفظ. القيمتان: العلم ما يدل عليهما هو علم. السؤال التاسع: قال الأخ الأكبر إن التفاوض والتشاور مجرد ضياع للوقت. ما رأيك في هذا القول؟ وعارض الأخ الأكبر في هذا القول. السؤال باء: بين دور التفاوض والتشاور في الحد من ظاهرة الطلاق. يعتبر التفاوض والتشاور وسيلتان مهمتان في الحفاظ على استقرار مؤسسة الأسرة وحمايتها من التفكك وصيانة العلاقة الزوجية. فعندما تظهر المشاكل يتم اعتماد آلية التفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات ترضي الطرفين واللجوء إلى التشاور مع أهل الرأي والاختصاص قضاة لجان الصلح فقهاء من أجل اتخاذ قرارات صائبة تحد من تفشي ظاهرة الطلاق. السؤال العاشر: ورد في الوضعية أن حسم المعارك والنزاعات اليوم يقوم على امتلاك العلم وحيازة الأسلحة المدمرة من أجل فرض الأمر الواقع وتحقيق المصالح الخاصة اعتمادا على السند رقم 2. وعلى ما درسته انتقد هذا القول مؤللا جوابك. لا أوافق هذا الرأي، لأن التمكن من العلم يجب أن يساهم في الحفاظ على مصالح الأفراد والمجتمعات. التمكن من العلم يجعل صاحبه قادرا على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة على أحسن وجه. التمكن من العلم يؤدي إلى توظيف الكفاءة في البشرية وإنفاذها. التعليل المناسب: توظيف يوسف عليه السلام لعلمه في الحفاظ على مصالح الناس وخزن تدبير محاصيلهم في تجاوز محنة الجفاف. سؤال 11: بناء على ما جاء في السند رقم 4 وضح أهمية تحمل المسؤولية في تحصين المجتمع من شيوع فاحشة مستدلا بدليل شرعي. تتجلى أهمية تحمل المسؤولية في تحصين المجتمع من شيوع الفاحشة من خلال الآتي: تقوية الروابط الأسرية في المجتمع، تحصين النفس وعفتها وبناء علاقات أسرية إنسانية راقية، زرع المحبة بين أفراد الأسرة والمجتمع، غرس قيم الرحمة والمودة والحياة، حل المشاكل بالتي هي أحسن. الدليل الشرعي المناسب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. السؤال 12: من هو الصحابي الذي يتحدث عنه السند رقم 3 واستنبط صفة مميزة له؟ الشخصية هي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والصفة هو الإنفاق والبذل العطاء والتصدق. السؤال 13: معلوم أن حسم الخلافات والنزاعات يكون بالتفاوض والحوار وترجيح كفة التعايش والسلم على النزوع للحرب. بين أهمية الطرق للحرب. بين أهمية الطرق السلمية في حل النزاعات وتفادي الحروب موظفا بعض المفاهيم والقيم التالية: التفاوض، تحمل المسؤولية،
العلم، العفو، التسامح، معززا جوابك بنموذج من السيرة النبوية. تعتبر آلية التفاوض وتحمل المسؤولية وسيلتان مهمتان لحل النزاعات، وذلك كونهما يؤديان إلى التواصل إلى تفاهمات بين المتنازعين، وتقريب وجهات النظر، وتحقيق حلول ترضي الطرفين مع التزامهما ووفائهما بالعهود والالتزامات، وحل الخلافات وفق توجيهات الشرع الحكيم، والأجر العظيم الذي يناله الذي يبادر إلى الصلح والعفو ومسامحة الآخر. نموذج من السيرة النبوية لصلح الحديبية. وهنا سال الفيديو ديالنا، متنساش دير معاك واحد اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك أي فيديو أي امتحان درتو إن شاء الله، والله يعاونكم.